بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مع قناة حاتم. كما راكم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم جبت لكم كيكة هايلة بزاف، ومعتمدة انكم نجيب لكم الحوايج هذه الاقتصادية سهلة، خاصة مع كل شيء يمشي ويغلى. واش راح نقول لكم، ربي يكون في عوننا وخلاص. المهم لهنايا كما راكم تشوفوا الكيكة هذه درتها بثلاث طبقات هايلة بزاف. الطبقة الأولى تاع الجينواز، والثانية بالكراميل، والثالثه حبيباتي درتها بالشونطي. جات روعه ما تخيلوش البنه تاعها كيفاه. وكما راكم تشوفوا درتها لهنا في البلاطو تاع الكويزينير الكبير 40 على 35، ودرت لهنايا 12 حبه. نتوما قادر كي ديروهم حبيباتي طنشيات كيما تاع الباتيسري تجيكم حتى ل 20 حبه. صدقوني هايله ولا اروع، وما نكثرش. ونشكر بزاف المشتركين تاوعي، التعليقات تاعهم رائعه. ونقول لهم ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. وما تنسونيش بالاشتراك في القناه، على الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا لي جيم. هذا كله فضل وليس امر. نروحوا درك نبداو على بركه الله. بسم الله. انا لهنا حبيباتي عندي 4 بيضات صغار. نتوما اذا عندكم 2 بيضات كبار اكتفيوا بهم. كما قلت لكم انا لهنا البيضات تاعي صغار، درت 4 بيضات، ودرت لها القرصه تاع الملح. كما تشوفوا لازم الملح في كل محضر يحضر. وحكمت الباتور تاعي، قاعده نخف بالباتور. نتوما اذا ما عندهاش الباتور دير بالخلاط اليدوي فقط. المهم حبيباتي تقعدوا تخلطوا هكا حتى يبيض البيض تاعكم. ولهنا جبت كاس سكر، نلوح بشويه ونخلط. كما راكم تشوفوا تلوحوا بشويه وتقعدوا تخلطوا. كي يذوب الكميه الاولى تزيدوا الكميه الثانيه حتى تكملوا الكاس تاعكم كل تاع السكر، ويولي القوام تاع الخليط تاعكم كريمي. ومن بعد حبيباتي جبت لهنايا نص كاس زيت. كما راكم تشوفوا قل شويه من نص كاس زيت، ضفته على مرتين وقعدت نخلط فيه. ولهنا جبت كاس فرينه، لحت كاس فرينه تاعي. بديت نحرك بالباتور تاعي باش ما تطلش الفرينه. كي نبدا نخلط خلطتها. ومن بعد جبت لهنا كاس حليب دافي. الكاس تاع الحليب راح نقسموه على 2، ندير نص الاول درك. ومن بعد حبيباتي نجيب لهنايا ربع الكاس تاعي تاع كاكاو نلوحو، ونضيف الكميه اللي بقات لي تاع الحليب هي اللي نص كاس. نخلطوا المكونات تاعنا مليح. ومن بعد لهنا جبت الكاس تاعي نص كاس تاع الفرينه اللي بقى لي ضفتو مع باكي ونص خميره تاع الحلويات، ونقعد نخلط بالطريقه هذه. ومن بعد حبيباتي لهنا كملت الخليط تاعي، لحتو في البلاطو تاعي تاع الكويزينيير اللي طول تاعو 40 ولا تاعو 45. لحتهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه، يطيبوا من تحت ومن بعد نزيدهم من الفوق. وليت لهنا عند الكراميل تاعي درت 2 ملاعق نشا 2 كيسان تاع الحليب. ومن بعد رحت عند لاكاسخول تاعي حطيت 2 كيسان تاع السكر، خليتهم حتى يتكرملوا مليح حبيباتي كما راكم تشوفوا. من بعد ضفت لهنا كميه من الملح. ومن بعد خليت قاعده نحرك في السكر تاعي حتى يتكرمل. تقعدوا تحركوا فيه بالطريقه هذه حتى يتكرمل لكم مليح، وما تبعدوش عليه باش ما يتحرق لكمش. تقعدوا حتى يتكرمل كل السكر تاعكم باش تضيفوا له الحليب مع شاله. هنا ضفت الحليب تاعي مع النشا وزدت كاس تاع الحليب، يعني على العموم 3 كيسان حليب مع 2 ملاعق تاع نشا يكفيوكم قد مع البلاطو تاعكم نتاع الكيكه. لهنا بعد ما كملت لهنايا الكراميل تاعي الاخر ضفت له نص ملعقه تاع المارغرين، وقعدت نخلط المكونات تاعي حتى يندمجوا مليح. ومن بعد وليت جبت كاس شونطي مع كاس ما بارد، خلطتهم بالخلاط نتاعي مليح حتى طلعت الشونطي تاعي حطيتها بجيه. وضفت لها عفوا لهنايا كراميل، وضفت لها كاكاو وخلطتهم مليح. ومن بعد جبت الكيكه تاعي بعد ما طابت ثقبتها بالعود تاع الكوردو، ودرت لها لهنايا كاس حليب، شربتها بكاس حليب. ومن بعد جبت لهنايا الكراميل تاعي، دهنت الكيكه تاعي من الفوق بالكراميل، ودرت لها الكاوكاو من الفوق. قادرين حبيباتي لهنايا كما راكم تشوفوا درتوا الكاوكاو. تقدروا ديروا لهنايا الفواكه كما راكم تشوفوا، احنا في موسم الفواكه. قادر ديروا الزعرور، قادر ديروا البنان، المشماش. المهم هذا يرجع لكم نتوما. انا لهنا درتها بالكاوكاو ودرت فوقها الشونطي هذاك اللي وجدتوه معاكم بالطريقه هذه. ومن بعد حبيباتي غبرت عليها كاكاو وحطيت حبات تاع النوازات من الفوق كما راكم تشوفوا. صدقوني جات ولا اروع. انا درتها لكم بالطريقه هذه البسيطه، نتوما قادر ديروها باي طريقه. لهنا حبيباتي قادر ديروها طبقات، تجيبوا الطبقه تاعكم الاولى تاع الجينواز ديروا عليها الكراميل وديروا الكاوكاو وتزيدوا الطبقه تاع الجينواز وتزيدوا تضيفوا فوقها الكراميل، ومن بعد تغلفوها بالشونطي
وتزينوها كما حبيتوا بالفواكه، كما حبيتوا تزينوها تجيكم هايله هايله بزاف. هذه الكيكه صدقوني ما كنتش راح تندموا عليها كي ديروها، ذوق هايل بزاف ورائعه رائعه رائعه. تصلح المناسبات. شوفوا لهنا حبيباتي انا قصيتها هكا كبيره، نتوما قادر ديروها كيما الطرونشيات تاع الباتيسي، تجيكم روعه روعه روعه، تجيكم هايله بزاف وتقطع لكم كميه كبيره كيما راكم تشوفوا لهنا انا قطعت 12، قادر ديروا حتى ل 20 حبه. المهم واش راح نقول لكم، ان شاء الله تجربوا هذه الكيكه في اخر فيديو، ونشكر كل المشتركين تاعي اللي قدم وجدد وعلى التعليقات تاعهم الرائعه، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا لي جام. هذا كله فضل وليس امر، ونشكركم بزاف بزاف، وسلام، تبقوا على خير.